السلام عليكم يا جماعة. النهاردة بالإسدال عشان الجو تلج تلج محتاجة أفضل متدفية عشان أعرف أتكلم. النهاردة الحلقة التانية بتاعتنا من السيريز، سلسلة الفيديوز اللي هنتكلم فيها عن أنواع الحب. والنهاردة نوع يمكن الكلمة بتاعته مش بنستخدمها كتير أصلا في حياتنا خالص، وهو الوجد، اللي هي يا جماعة عارفين بيجي منها كلمة الوجدان. في أغنية لصباح اللي هي بتقول فيها معك وجداني وكل حناني وخاف تنساني ياني ياني. فافتكرت الكلمة وافتكرت ان احنا زمان كنا بناخدها في النصوص. لما يقول حد بيحب حد بوجدانه، طبعا احنا كنا بنحفظ الكلام ساعتها واحنا مش عارفين ده ايه اصلا، لكن كنا فاهمين ان الوجدان ده حاجة related للحب، يعني ليها علاقة بالحب، بس هو ايه احنا مش عارفين. طيب الوجدان عامة اللي هي النفس، يعني اسهل، عايزة ابسطها خالص عشان توصل بصورة مبسطة. الوجدان هي النفس. فانت متصور ان انت لما تقول لحد ان انت بتحبه بوجدانك، طبعا الكلام ده احنا هنرجع فيه للاربعينات بقى والتلاتينات والكلام، محدش بيستخدم الكلمة دي اصلا، لكن انا اللي يهمني ان احنا بنتكلم عن نوع الحب ده. وعامة النفس هنا is related اكتر، يعني متصلة اكتر بالنفس الحزينة مش النفس المبسوطة. فانت لما بتتكلم عن نوع الحب اللي اسمه الوجد، هو عامة هو نوع من الحب لا يورث الفرحة، يعني مش بيخليك سعيد، هو بيخليك في حالة من الحزن. يعني انت بقيت متعلق بالشخص او بالشيء اللي احنا بنتكلم عنه، لدرجة ان انت بقيت دايما شايل الهم. فاللي هو ليه يعني ليه ممكن نبقى بنحب حاجة او بنحب شيء لدرجة ان احنا مهمومين بيه؟ في ناس دايما بتشوف انه الهم في الحب، وحتى في الاغاني بقى بتاعت زمان، وعذاب الحب ده متعة، والحب ما ينفعش من غير عذاب ومش عارفة ايه. طيب احنا فاهمين جدا جدا يا جماعة انه اي علاقة في الدنيا، وعايزين نرجع تاني نقول انه الحب اللي احنا بنتكلم عنه مش بس الحب بين رجل وامرأة، احنا بنتكلم عن انواع الحب عامة بين الناس وبعضها، بين الابهات والامهات وولادهم وبينهم، يعني والعكس، بين الاصدقاء، بين الاخوات. ليه احنا ممكن يكون عندنا علاقة فيها حب بدل ما تبقى مبهجة وتدينا دفعة للأمام وتحفزنا ان احنا نبقى بنفكر في المستقبل بطريقة بوزيتيف، بطريقة إيجابية، يبقى نوع الحب اللي احنا عايشينه نوع بيورثنا الهم والحزن، ونبقى طول الوقت قاعدين مشغولين بطريقة تعزلنا عن الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى فرحتنا. فيمكن إحنا الحالة دي بنعيشها، إن إحنا نبقى بنحب حد أو بنحب حاجة لدرجة إنها بقت مشيلانا الهم، بس ما كناش نعرف إن الحالة دي اسمها الوجد. فإحنا مش عايزين نعيشها إحنا عايزين زي ما كنت بقول لكم في الحلقة اللي فاتت، الحب هو الكور، الأساس بتاع كل المهارات الإنسانية بين الناس وبعضها. يعني وممكن يكون هو العجلة اللي بتدفع الإنسان إنه يحس بالاستقرار النفسي، فيقدر بعد كده يتعامل بطريقة مع كل اتجاهات حياته بطريقة إيجابية جدا، سواء إذا كان في العمل أو في العلاقات الشخصية أو مع نفسه بينه وبين نفسه. فإحنا يا جماعة عايزين اللي بيعدي بالمرحلة دي اللي هي مرحلة الوجد، خلي عندك وعي إن أنت مش بالضرورة إنك عشان بتحب حاجة أو بتحب إنسان تبقى شايل الهم. طيب احنا ايه اللي بيخلينا، احنا لو عرفنا السبب نعرف بقى نبطله. ايه اللي بيخلينا لما نكون في علاقة او في شعور الحب، ايه اللي بيوصلنا فيها للحزن؟ يعني ليه نبقى شايلين الهم واحنا بنحب؟
طيب ممكن يكون ساعات كتير عشان احنا بنقدم في علاقة الحب دي اللي هي عايزين نسميها بقى علاقة الوجد، بنقدم اكتر ما بناخد. طيب خلينا نقف عند حتة هنا ونقول انه لو انت قررت تقدم اكتر ما بتاخد، فاذا كان ده قرارك وانت عندك وعي كامل بيه، فاحنا هنعتبرها تضحية. والتضحية احنا ما بنبصش فيها لمقابل، ما بنستناش المقابل. فاذا كان ده قرارك ان انت تقدم كل ما عندك ومش هتستنى قدامه، يبقى انت ضحيت. يبقى تقبل الحالة اللي انت اخترتها عن كامل وعي، وما تحسش وقتها ما تشيلش وقتها الهم، لان ده كان قرارك. لكن لو انت ما عندكش وعي بالموضوع ده، يبقى عايزة اقول ان لو انت اللي بتقدمه اكتر من اللي بتاخده، يبقى ده ناتج عن expectations مغلوطة. يعني ان انت كان عندك توقعات وغلط، اللي هي ان انت توقعت انه على قد ما بقدم على قد ما هاخد، بس ده ما حصلش. فطبعا لما بتكون التوقعات بتاعتنا لا تقابل باللي احنا توقعناه، ده بيسبب عندنا frustration وهي الإحباط. فيبقى احنا عايزين نحدد الحالة اللي احنا فيها. انا قررت بكامل ارادتي ان انا هقدم ومش هستنى مقابل، دي تضحية، يبقى انا تمام، وليست مدعاة للحزن ولا للهم. لكن انا ما عنديش وعي وكان عندي expectations انه على قد اللي هقدمه على قد ما هاخد، يبقى لازم هنا اصحي وعي شوية، انه لازم أكون على وعي بالشخص اللي قدامي وعلى قدرته على التقديم أو العطاء، عشان أبقى عارف هل أنا اللي هقدمه هيلاقي أو هيقابل بنفس الدرجة ولا لأ. وساعتها أفكر تاني بعقلي وأعرف أقرر إذا كنت عايز أقدم في العلاقة دي كل ما أستطيع تقديمه، ولا عايز أقدم فيها حاجات مقننة، يعني بقدر بكميات أو بقدر معلوم كده، اللي هو يعني حاجة محدودة، عشان أنا عارف إنه قدرة الشخص اللي قدامي قد كده، فمش عايز أقدم أكتر منها عشان ما توقعش قدها وبعد كده أزعل لما ما تحصلش. طيب ايه حاجة تانية ممكن تخلينا في علاقة الحب او الوجد نوصل لدرجة الحزن عشان احنا شايلين الهم؟ ان احنا نكون بنهتم اكتر من اللازم. كل الحاجات هنلاقيها يا جماعة اللي هي لو مش في القدر المعقول بتاعها، هي دي اللي هتخلينا نوصل لمرحلة ان احنا شايلين الهم. طيب انا سمعت مرة حاجة من كلمة من حد وتعلمت منها جدا، اللي هو بيقول too much care is as bad as too little care. يعني الاهتمام الزيادة سيء بقدر الاهتمام القليل. يعني احنا لما بنكون بنهتم بقدر قليل بالاشخاص اللي حوالينا، بيزعلوا مننا ويقولك انت مش مهتم، لو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك. طيب الاهتمام بقى اللي بيفوق الحد برضو وحش زي بالظبط الاهتمام القليل. ليه بقى؟ لانك لما بتهتم بزيادة، ده حتى يا جماعة بصوا الكلمة جاية منين، هو انت بتهتم، يعني الكور بتاع الكلمة في اصل اللغة جاية من الهم. يعني مش يعني انا بديك رعاية لدرجة ان انا بقيت مهموم بالرعاية اللي انا بقدمها دي، بقيت عمالة افكر يمين وشمال ومحتار واتشقلب عشان اعرف ابسطك ازاي، اخليك مبسوط ازاي، اخليك فرحان، اخليك راضي، وبعدين ده مش بيتحقق. طيب ليه بقى؟ لانه انت في تقديم الزيادة من الاهتمام بتنسى نفسك، ولما بتنسى نفسك بتبقى مش عارف قيمتها. يعني اللي هو لو انت بقى معرفتش قيمة نفسك، اللي قدامك هيعرفها ازاي؟ يعني انت لو كل اللي عندك بتقدمه للشخص اللي قدامك، طب انت ماذا تبقى ليك انت عشان تحس ان انت موجود؟ طيب ما هو كل حاجة لو انت بتقدمها للي قدامك هي بصراحة هتخلص. ريسورسز بتاعتنا محدودة جدا، الموارد بتاعتنا محدودة. فلم حتى الطاقة، ما هي الطاقة دي يعني واحد من الموارد الأساسية اللي ربنا وهبها لنا. فلما بنفضل نستنزفها ونقدمها بزيادة للشخص اللي قدامنا أكتر من المعقول، هي مصيرها هتخلص. طيب أنا بقى كشخص لازم أشحن عشان أعرف أقدم للي قدامي تاني. لو ما شحنتش هجيب الطاقة دي منين عشان أعرف حتى أخد بالي منه؟ فالاهتمام الزيادة يا جماعة بيخلينا نوصل لمرحلة الوجد، وهي ان انت تبقى بتحب لدرجة الهم.
واحنا مش عايزين يا جماعة نبقى ابدا في الليفل ده. فخلينا نقول انه في الوجد النوع ده من الحب اللي هو اللي انت بتبقى بتقدم فيه بزيادة لدرجة ان انت بقيت مهموم. احنا عايزين يبقى عندنا وعي. لو انت حسيت ان انت في الدرجة دي من الحب، انتبه عشان تقدر تفكر مع نفسك ايه قدرتك على التقديم او العطاء، عشان لا تتخطاها، ما تعديهاش. دايما ادي بالقدر المعقول. خد بالك من الشخص اللي قدامك او حتى الحاجة اللي انت بتحبها بالقدر المعقول، عشان ما تستنزفش فيها وقتك وطاقتك وفلوسك، وبعد كده ترجع تلاقي نفسك قعدت حزين جدا. وبعدين ايه السبب في حزنك بقى؟ للأسف حاجة كنت بتحبها. حتى نستخدم هنا لفظ كنت، لأن انت لما بتوصل لدرجة من الهم هتوصل بعد كده لدرجة انه حتى الحاجة اللي انت كنت بتحبها قوي دي او الشخص اللي انت بتحبه ده، انا بطلت احبه لان انا قدمت بزيادة استنزفت، فما بقتش قادر اقدم اكتر من كده. فبتوصل لدرجة انه حتى الحاجة او الشخص اللي انت كنت بتحبه انا بطلت احبه، بطلت احس ناحيته باي حاجة. فخلينا يبقى عندنا وعي، واشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله.